مساء الخير يا بنات، معاكم منوعات مطبخ ماما. بصوا النهارده لسه مكملين بقى في ايه، في سلسله الاندومي مع بعض. بصوا دي اندومي طالعه جديد كده بطعم الكبده، ودي من شركه يامي بطعم اللحمه. انا هعملها معاكم وهقول لكم رايي فيها. انا اي حاجه بتنزل جديده بجيبها وبجربها معاكم واقول لكم تجيبوها او ما تجيبوهاش. انا هروح دلوقتي ان انا اعمل الاندومي دي، اسلقها على النار، وبعدين نيجي نحط الصوص بتاعها سوا واوريكم فيها ايه. خليكم معايا. بصوا يا بنات، دي كده الاندومي اللي هي بالكبده، فتحتها اهي. بصوا دي شكل البتاع، المكعب بتاعها صغير جدا، ومعاها الكيس ده اهو مكتوب عليه طعم الكبده الحاره والشطه بتاعتها. ودي اللي هي يامي بطعم اللحمه، ومعاها الكيسين دول طعم اللحمه والشطه. هروح بقى نسلق الاندومي وايه ونحطها مع بعض واوريها لكم. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حته اي حته اي حته. يا بنات دي كده الاندومي اهي، ام لحمه اللي هي يامي. ودي نودلز جديده اللي هي بالكبده، اللي هي دي انا عايزه اقول لكم ريحتها كبده هبل. والله العظيم ثلاثه نفسي اتقفلت اصلا من قبل ما ادوقها. هندوق دلوقتي ام لحمه دي. ندوق كمان ام كبده اللي هي دي. بصوا هي ام كبده دي اللي هي دي، ريحتها وطعمها عامله زي الكبده الاسكندراني بالظبط بالظبط. كاني مثلا والدتك واقفه في المطبخ بتعمل لك كبده. بس انا كشخص انا عمري ما هجيبها بصراحه. يامي، شركه يامي اللي هي بطعم اللحمه سيئه جدا برضو. وبصوا خساره فلوس اللي اتدفعت فيها الصراحه. يعني عامه انا حبيت اجرب معاكم الانواع بقى الجديده، وما انصحش اي حد اللي هو اللي يجيب النوع ده ولا يجيب النوع ده خالص. وحشين جدا 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 وقسما بالله. ده بقى كان الفيديو بتاعنا. هو ظريف ولطيف، بس انا حابه ان انا اجرب معاكم الحاجه عشان ايه برضو ما تجيبوش لاولادكم اي حاجه وتدفعوا فلوس على الارض. لا يلا، عجبكم بقى الفيديو متنسوش اشتراك ولايك وتقولي لنا كلمه حلوه. باي باي، ومكملين في سلسله النودلز.